السلام عليكم، نتمنى كي يلحقكم هاد لا فيديو تكونوا كامل بخير وعلى خير. اول حاجه نبداو دائما بالصلاه والسلام على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلوات والسلام. اليوم جيت نشارك معاكم يوم من يومياتي، روتين بزاف شباب. شوفوا، فيه وصفات، فيه تنظيف. المهم ننصحكم تتبعوا الفيديو حتى الاخر هكا باش ما تراطوا حتى لقطة. وبلا ما تنساوني بهذاك الجيم اللي راكم به تشجعوني، وخلوا لي كومنتير حلو كيما نتوما. الله يحلي اياماتكم. قلت لكم اليوم فيديو مطردق منوع من كل شيء. اول حاجه بديت معاكم بهذاك المنظف اللي كنت شريته وكنت شاركتها معاكم في المشتريات. هذا نورمالمون تاع الباخره تاع دال دو سول، بصح وحده في لي كومونتير نقول لك ربي يخليك وربي يجازيك، قالت لي باللي ما تستعمليهش غير الفايونس، تستعمليه تاني لادا دو سول والفايونس وحتى للبلاستيك. المهم هنايا عندي التواليت اكرمكم الله. كان في حاله المره اللي فاتت، كان كاين اللي تخافوا هكا في الدار كامل وكانوا يديروا في السيما. المهم الحاله كانت مخلطه، وانا ملي سكنت فيه لقيت فيه صفوريه بزاف، سورتو مع التحته كي شغل صاير داير. كامل لتحت فيه واحد الصفوريه، عييت نحك فيها، عييت ندير في لي برودوي وما بغاتش تطيل لي. انا شريت هذا البرودوي سبيسيالمون على جال حاشاكم، على جال التواليت، هو اللي كان مقلقني بزاف. وهنايا تاني درت هذاك البرودوي كامل، وصراحة ما طقش نكمل نصور معاكم لخاطرش واحد الريحة فيها خواتاتي قاطع بزاف، ولا انا من عندي الحساسية نتحسس بزاف من هادو لي برودوي. قلت لكم ما طقتش نكمل نصور معاكم. غير شوفوا، غير بخيت، غير وين يشوف احمد، غير شويه شويه وخرجت حاشاكم من التواليت. لخاطرش انا عندي التواليت جاي في الدار وما عندوش طاقه كبيره ولا باش يتهوى. وهنايا راني نوري لكم في النتيجه النهائيه. انا صراحه قلت لكم كي شغل رشيت هذاك البرودوي غير خفيف خفيف، ما رشيتاش فيه كامل ليكوا من ضرني. وشوفوا تاني هذاك البيدو، شفتوا كي كان في الاولى او كي ولا توالت. صراحه النتيجه ابهرتني. خرج ما عندي ما نقولكم كامل اللي كانوا مقلقيني. غير فوت عليه غير بالمصلحه خواتاتي، والله ما حكيت ولا غير بالمصلحه خرج يشعل. صافي، اللي تقدر اللي برودوي هادو تقدر للريحه نقول لك حبيبتي غير شريه وعينك مغمضين. وهنايا هذا نهار وخدا مع الصباح كانت عيطت لي صاحبتي هنايا جوايه 9 ولا، قالت لي باللي راني جايه عندك العشيه. نوت ندير هكا لي غاتو هكا باش نحطهم مع القهوه. كيما راكم تشوفوا قلت نشارك معكم الوصفات غير اللي هكا لديا في الغفله، ولا ما يكونش عندك الوقت بزاف وتبغي تنوعي وتحطي طابلتك الله الله. وتاني هذه واحده من مزايا القضيان تاع الشهر. يجيك ضيف على غفلة، ولا يكون عندك كل حاجة في الدار هكا ليه تنوضي توجدي صويلحاتك. هنايا جيت نشارك معكم واحد الوصفات راح نديرهم ليه يوجدوا وما يشدوش بزاف الوقت. هنايا اول حاجه كنت باغيه ندير هذوك لي طارطيلات تاع النيسلي، وندير صابلي بالشيكولا. هنا كيما راكم تشوفوا راني ديجا لميت العجينه الاولى. وبالنسبه للوصفات بالتفصيل راهم ديجا في قناتي، راني مشاركه معاكم بزاف وصفات، غير برك القناه تاعي ما داتش حقها في المشاهدات. بالنسبه للصابلي تاع الشيكولا كنت درته بالذوق تاع برينو، تاني قلت لكم راني مشاركتكم بالوصفه. ودرت كيما شفتوا مقادير غير قليله ب 125 غرام. درت النوع الاول 125 غرام والنوع الثاني تاني 125 غرام. قلت لكم كي يكون عندكم كل شيء في الدار كل شيء يجيكم سهل. انا ديسيديت برك ندير، والحمد لله كان عندي كل شيء في الدار. منصف كان يقرا، راجلي خدام. المهم القضيان تاع الشهر سلكني. وهنايا نعطيكم الوصفات ليه في زوج درت فيهم 125 غرام تاع المارغرين لافاني ورشه تاع الملح، زوج مغارف كبار تاع السكر، زوج مغارف كبار تاع المايزينا،
والصابلي تاع الشيكولا كنت درت فيه نص باكي تاع خماره، بصح لي طاغتولات ما درتش كامل الخماره ولميت بالفرينه. وهنايا وريت لكم النوع الاول تاع لي صابلي درت لهم الشكل تاع القلب. وهنايا هادو هما لي طاغتولات اللي خيرتهم غادي نحشيهم بالكابريز والنيسلي. وهنايا تاني كنت درت النوع الثالث ما شاركتكمش بالوصفه، هذا النوع قنبله ما كاش اللي ياكلها عندي ولا يكمونديه من عندي وما يهبلش عليه. درت 3 انواع كما راكم تشوفوا. وهنايا كانوا ديجا ضيافي سيبون وصلوا، حطيت كما راكم تشوفوا حطه جد بسيطه على حسابي وعلى حساب اللي يرحلوا بزاف وكامل راهم عارفين الاوضاع. هنايا وجدت هذوك لي صابلي، هنايا كنت كلاصيت الاول بالشيكولا والثاني درت له غير شيكولا بيضاء مع خطوط بالشيكولا السوداء. ما كانش عندي الوقت باش نتفنن ولا سلكت روحي بهذو الوصفات، وما نتمني تكون حطيت لهم اكثر واكثر. والحمد لله يا ربي كي وصلوا ضيافي كان كل شيء واجد، الدار نقيه، الحلوى واجده، وبلا ما ننسى روحي لازم حتى انايا ماكيت وستيكيت روحي وكامل. الضيافه ماشي غير قاطو كامل، حتى انتيا لازم تكوني الله الله وتكوني حتى كما يقولوا وليداتك يكونوا نقيين، هادو كامل داخلين في حسن الضيافه. هنايا كما راكم تشوفوا راني نوريكم في الحطه تاعي اللي هي جد بسيطه، غير حاجه خفيفه. وكنت طيبت القهوه والحليب وسربيت هكا باش نقعد معاهم الاز ونجمعوا في غردنا. فاتت واحد القسره ما عندي ما نقولكم، وسبحان الله ما تحسيش رزقك كامل وين يكون. انايا كي درت هذوك الانواع تاع لي غاتو درتهم على جال العرض على جال صحاباتي، وفينالمون كتبت تاني تكون رايحه كوموند. كانت في الليل وحده بعثت لي قالت لي لا عندك دي صابلي سلكيني بهم. المهم الكاطو اللي عندك سلكيني به. وكان باقي لي انايا هكا الكاطو اللي شفتوه بلا ديكوراسيون، غير مخلياته غير هكا، قلت كي نقعد وكامل يكون عندي الوقت نديكوريه لروحي. وفينالمون كتبت تروح كوموند. هنا كيما شفتوا خرج لها بزاف شباب وكان عجبها هبلت عليه. وهنايا جيت نشارك معكم واحد الوصفه بزاف شاب، الا جربتوها ما غاديش تستغناو عليها. انا عندي هذه الوصفه نديرها تقريبا في 7 سنوات ولا اكثر. هذه الوصفه كما يقولوا لها، انا كديت الوصفه لقيت مكتوب فيها جبنه بوك، من ذاك الوقت خليتها بهذا الاسم. هنا كما راكم تشوفوا عندي الكيلة تاع ياغورت ناتور، الكيلة هذاك البو تاع الياغورت ناتور حطيته كامل في الاشوار تاعي. وتاني تقدروا تستعملوه بالميكسر تخرج لكم النتيجه بزاف شابه. قلت لكم درت الياغورت ناتور، درت له مغرف كبيره تاع اللحظه مع كميه تاع الفرماج. كنت استعملت فرماج تاع موندور هذاك الطري، نتوما تقدروا تستعملوا 3 حبات تاع فرماج تكون كافيه. ودرت معاهم شويه تاع الملح. وهنايا شوفوا الطاس تاع الاشوار تاعي كانت كسر لي، قلت حتى نهود الغليزان ان شاء الله ونشوف بالك نلقى واحد كيفاه يتباع. هنايا راني غير نساعف فيه، خلطته غاية الغاية. ومن بعد نجيب نفس العبر تاع الياغورت ناتور اللي هو علبة نعمرها بالزيت، ونبدا نضيف بالتدريج. غادي يجيكم هذاك هو، شوفوا عبر تاع الياغورت ناتور مع عبر تاع الزيت تجيكم هذيك هي، ما تزيدوا ما تنقصوا. يجيكم واحد الفرماج ما عندي ما نقولكم. تقدروا تستعملوه بزاف صوالح، لي ساندويتش، لي تاكوس، مع لي فريت. المهم انا ولادي يموتوا عليه ياكلوه غير وحده. هنا كيما راكم تشوفوا كملت كامل الكميه تاع الزيت وراني نطلع. قلت لكم تقدروا تستعملوا غير الميكسر. وهنايا شوفوا النتيجه، الله الله، شوفوا هذاك الفرماج كيفاه طلع. واكيد ذوقوا وشوفوا الملح اللي كان خاصه زيدوا له. هنايا بعد ما كملت الكميه وطلع عندي الخليط تاعي ولا الفرماج تاعي يطلع لي غايه الغايه، نروح نضيف له كمية تاع الخل. بالنسبة للكمية تاع الخل انا ندير مغرف كبيرة. كما تعرفوا الخل حافظ، على هذا الا بقى لكم منه ولا تستحفظوا به في الثلاجة عادي ما يصرى له والو. هنايا ضفت هذيك الكمية تاع الخل. وهنا شوفوا هذيك النتيجة، الله الله، شوفوا داك الفرماج كيفاه يجي واحد البنة. قلت لكم سورتو لا كان عندكم الفرماج مثلا غير حبات هكا، غير 3 حبات ولا
مع ياغورت ناتور، وانتي درتي كميه الله يبارك تاع الفرماج، ترافقيها مع لي ساندويتش مع لي فريت، ديريها في الطاكوس باه يجيك مشمخ. والله الله هذه الوصفه كنت شاركتها معكم في اول ما فتحت القناه، وقلت لكم ما داتش حقها، قلت نعاودها معاكم. وهنايا بالنسبه لهذه الوصفه، هذه الوصفه كنت شفتها في التيك توك وبزاف داروها، عجبتني، واختكم راهي غير تسلك. المهم ندير لهم الحشاء وصايي، لخاطرش كيما سبق وقلت لكم عندي راجلي مريض صافي ياكل غير صوالح، وتقريبا ما راهش ياكل كامل. الله المستعان. هنايا صافي غير انا والدراري نحاول ندير غير حوايج خفاف وصايي. ما عنديش كامل النفحه هكا باش نطيب ولا. ما غاديش ندخل لكم في هذا السوجي، خلينا في الوصفه تاعنا. هنايا كيما شفتوا كنت درت الدجاج على شكل شاورما، وقدرت هذاك الخبز تاع الطاكوس واجد، وشكلته على شكل كورني كيما راكم تشوفوا. درت الاولى هذاك الفرماج تاع الشرائح ولا فرماج تاع لي همبرجر، ومن بعد حشيته بالدجاج، وجيت بديت هكا نبلع فيه. بالنسبه للطريقه تاع التبلع بزاف سهله، ديروا شويه تاع الفرينه مع الماء وديروها كغراء هكا باش تضمنوا كي نديروها في المقله ما غاديش تنتحل معانا. هادو لي ساندويش ولا يجوا بزاف شابين. كنت نتفرج انا ومنصف في التليفون، وكانت فاتت هذه الوصفه، قال لي ماما ديريها لنا. قلت لها راك هنيتني، هذاك شا كنت نخمم شا ندير لكم للحشا. درتهم ليه كيما راكم تشوفوا كل شيء واجد، كان عندي الخبز واجد، جبت غير هذاك الزدر تاع الدجاج تبلته وخدمت به. بالنسبة لهادو المملحات تقدري ترافقيهم مع شوربة ولا حريرة، انا يا صراحة رافقتهم غير مع كاس تاع ليموناد وصلاة على النبي. درت لهم كونتيتي مليحة هكا باش تشبعهم، لخاطرش يفوتوا ليه. ننصحك لا درتيهم وحدهم غير كتري، وما تخافوهمش كي تشوفوهم يتقلاو كامل يجوا ما فيهمش كامل الزيت، ما يرفدوش الزيت. هنايا شوفوا الطريقه الثانيه، راني نضغط غايه الغايه ما يتحلوا لكم ما والو، برك استعملوا الفرينه مع شويه تاع الماء وصايي. وهنايا جيت نوريكم الطريقه اللي شكلت بها لي كورني. شوفوا خواتاتي والله ما على بالي لا اسكو هذه هي الطريقه الصحيحه ولا لا، عجزت باش نعاود نرجع للفيديو ونشوفه كيفاه شكل الكورنيات وكامل. درتها من راسي وصاي، ولا هذه هي الصحيحه، هذه هي الصحيحه. المهم هنايا قسمت هذاك الخبز تاعي على 4، ومن بعد بديت نشكل فيه. كيما راكم تشوفوا تشكل عندي هذاك الكورني. بغيتوا تخلوا هذاك الجزء وتدخلوه للداخل وتبلعوه، بغيتوا تقلعوه كيما الطريقه الثانيه، نتوما شي يساعدكم. ومن بعد نحكم البيض ولا شابلور، ندير الاولى في البيض ومن بعد نرمدها في لا شابلور ونبدا نقلي فيها. بالنسبه للزيت يكون كميه مليحه، وتاني النار تكون متوسطه هكا باش ما يشربوش عندكم بزاف الزيت الا كانت النار قليله، وما ينحرقوش معاكم الا كانت النار بزاف زايده. هنايا بعد ما قليتهم وحطيتهم مرافقتهم بهذاك الفرماج اللي قلت لكم يجي اكثر من رائع. غير جربوا هادو المملحات بالفرماج وردوا لي بالخبر. هنايا بصراحه انا نصور وميرال ما طاقتش تصبر، قالت لي بلي ماشي انتي غادي تذوقي معاهم، ماشي انتي غادي تصوري معاهم، انا اللي ندوق لهم. هنايا راني نوريكم كيفاه يجوا هذوك المملحات. صراحه انا في الفيديو اللي شفته بالموتزاريلا وكامل، ومن بعد كي حلهم هاك ولاو يتعلكوا. فرماج اخواتاتي يلعب دور كبير سواء في المذاق سواء في التصوير. يا اخواتاتي كل واحد ويدير مقدوره وش عنده. المملحات روعة، والدليل تعطيه لكم ميرا اللي راهي لا تغمس وتعاود وتقولي ماما لذيذ. وهنايا جيت نشارك معاكم اعمالي، نبغي نشارك معاكم خدمتي هكا باش نكورج البنات، نكورج اللي راهي معوله دير مشروع ومازال ما بداتش فيه. نقولك حبيبتي غير اتكلي على ربي، والرزاق هو الله، ما تحسيش كامل رزقك وين يكون. هنايا كانت عندي كومون تاع ميلفاي، وانا صراحه البلاصه اللي راني فيها راني مشهوره
بالملفاي. كانت عندي كوموند الله يبارك كبيره تاع ملفاي، كنت وجدتها وراني نوري لكم كيفاه يجي بزاف شباب مقرمش بنين. والاهم 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 هو النقاوه. بزاف الناس راهي تهرب تروح تخدم عند نساء في الديار على جال هذا الجانب ولا هذا الكوتي اللي راح يقلقهم بالبزاف. على هذا كل وحده راهي تخدم في دويرتها، نقول لك خدمي بضمير وحلي عرقك هكا باش كي تدي هذاك رزقك تديه حلالي. والاهم من كل شيء تكوني مريحه مع ربي سبحانه. وهنايا نكون وصلت معكم لنهايه لا فيديو تاع نهار اليوم. ان شاء الله نكون خفيفه ظريفه عليكم. وإلا عجبكم الفيديو خلوا لي جيم او كومنتير. تهلاو لي في رواحكم. الى الملتقى والسلام عليكم.